تخيل إنك ماشي في حياتك كده يوم ورا التاني، نفس الروتين، نفس الضغوط، نفس الأحلام اللي لسه ما حققتهاش، وفجأة تلاقي حد بيقولك إن السر مش في إنك تبذل مجهود أكتر، السر في إنك تغير العادات اللي بتتحكم في يومك من غير ما تاخد بالك. كتاب العادات السبعة للناس الأكثر فعالية من أكتر الكتب اللي غيرت طريقة تفكير ملايين البشر، لأنه مش بس بيقولك تعمل إيه، لكنه بيغير طريقتك في النظر للحياة كلها. تعال نبدأ حكاية السبع عادات من أول عادة لحد آخر واحدة، وهتحس إن كل خطوة فيهم بتقربك من نسخة أحسن من نفسك. أول عادة في الكتاب هي إنك تكون مبادر، يعني بدل ما تقعد تستنى الظروف تتغير أو حد ينقذك، تبدأ تتحرك بنفسك. الكاتب بيشرح إن حياتنا عبارة عن دايرتين، دايرة في إيدك تتحكم فيها زي قراراتك وتصرفاتك واستخدامك لوقتك، ودايرة بره إيدك زي كلام الناس والطقس والظروف الاقتصادية. الفرق بين الشخص الفعال والشخص اللي مستسلم إن الأول بيركز على اللي يقدر يغيره، والتاني مركز طول الوقت على اللي مش في إيده. الشخص المبادر بيستخدم كلمات زي أنا هعمل، أنا هغير، أنا قادر، إنما المستسلم يقول ملهاش حل، الظروف حكمت. وده اللي بيخلي حياتك تتحرك لقدام أو تفضل واقفة في مكانها. بعد كده ندخل على العادة التانية، ابدأ والنهاية في ذهنك. العادة دي بتقولك قبل ما تتحرك خطوة لازم تعرف رايح فين، زي ما تكون راكب عربية ومش محدد الاتجاه. هتوصل لمكان، بس غالبا مش المكان اللي نفسك توصله. لازم يكون عندك صورة واضحة لحياتك، شغلك، صحتك، علاقتك، مستقبلك. الكاتب بيقول إن الإنسان محتاج دستور شخصي، مبادئ تمشي عليها ومن خلالها تقرر. لما يكون عندك مبدأ زي إنك عايز تعيش حياة صحية، هتبقى قادر ترفض حاجة تضرك. لما يكون عندك مبدأ إن وقتك غالي، هتبعد تلقائي عن الناس اللي بتضيع وقتك. العادة دي مش مجرد هدف، دي بوصلة. العادة التالتة بقى بتنقلنا من التفكير للتنفيذ. ضع الأولويات أولاً، ودي واحدة من أكتر العادات اللي بتفرق بين ناس ناجحة وناس مضيعة عمرها. كلنا عندنا نفس ال 24 ساعة، لكن طريقة استخدام الوقت هي اللي بتصنع الفرق. الكاتب بيشرح إن في حاجات مهمة لكنها مش مستعجلة، زي إنك تتعلم حاجة جديدة، تهتم بصحتك، تطور نفسك وتحسن علاقاتك. ومع ذلك الحاجات دي دايماً بتتأجل. ليه؟ عشان الحاجات المستعجلة اللي ملهاش قيمة بتسرق اليوم. مكالمة مش مهمة، سكتشات، سوشيال ميديا. الناس الفعالة بتعكس المعادلة، تشتغل على المهم قبل المستعجل. وده اللي بيغير حياتك من تراكم الفوضى لحياة مترتبة ليها معنى. العادة الرابعة بتاخدنا لحتة مختلفة، فكر مبدأ فوز فوز. وده معناه إن النجاح مش لازم يبقى على حساب حد، مش لازم حد يخسر علشان تكسب. في شغل أو علاقات، لما تبقى نيتك إن الكل يكسب، العلاقات بتقوى، الثقة بتزيد، والناس تحب تتعامل معاك. مثال بسيط، لو صاحب شغل يضغط على الموظف عشان يكسب أكتر، النتيجة إن الموظف يقل إنتاجه. لكن لو الاتنين كسبوا، الشغل يبقى أحسن والنتائج أكبر. نفس المنطق في العلاقات. محدودين التفكير بس هم اللي شايفين إن النجاح سباق، لكن الفعالين شايفين إن النجاح تعاون. وبعدين نيجي للعادة الخامسة، اسعى لتفهم أولاً ثم لتفهم. ودي عادة لو لوحدها ممكن تغير علاقتك بالناس كلها، لأن معظم الناس بتسمع عشان ترد مش عشان تفهم، وده بيعمل فجوة بينك وبين اللي قدامك. لكن لما تسمع بتركيز وتحاول تحس اللي الشخص حاسس وتفهم وجهة نظره حتى لو مش متفق معاه، هو نفسه هيبدأ يسمعك ويحترم رأيك أكتر. تخيل إنك بتحكي لحد مشكلة وهو قطعك أو اداك نصيحة غلط عشان مستعجل، شعور مش لطيف. لكن لما حد يسمع بجد، انت اوتوماتيكلي بتحس براحة وثقة. وهنا الفرق بين انك تتخانق او تحل مشكلة. ندخل على العادة السادسة، التعاون الإبداعي. الكاتب بيسميها القوة اللي بتخلي 1+1=3. يعني لما تحط شخصين عندهم خبرات وأساليب تفكير مختلفة وتخليهم يشتغلوا مع بعض بدون منافسة أو تعالي، يطلعوا بحاجة أقوى من لو كل واحد اشتغل لوحده. ده اللي بيحصل في أي فريق ناجح، مصور، مصمم، كاتب، مبرمج، كل واحد ليه جزء، ولما يجمعوا شغلهم مع بعض النتيجة أقوى بكتير. التعاون مش ضعف، ده قوة. وأخيرا العادة السابعة، اشحذ المنشار. ودي عادة مهمة جدا رغم إن ناس كتير بتطنشها. معناها إنك تهتم بنفسك، جسمك، عقلك، نفسيتك، روحك. لأنك لو مصمم تشتغل طول الوقت بدون راحة، هتبوظ زي المنشار اللي اتحك جامد من غير ما يتسن. لازم تشحن نفسك، رياضة، قراءة، وقت مع اللي بتحبهم، نوم كويس، أكل صحي، تطوير مهارة جديدة.
العادة دي بتخليك قادر تكمل، مش بس تنجح في فترة قصيرة. ودي كانت رحلة العادات السبعة، رحلة بتبدأ من تغيير نظرتك لنفسك لحد ما تغير طريقة تفكيرك مع الناس، ولحد ما توصلك لنسخة أفضل وأقوى من اللي انت عليها دلوقتي. التغيير مش هيحصل في يوم، لكنه بيبدأ من قرار إنك تعيش بإرادة مش برد فعل.